كلنا بنزهق واحنا بنتفرج على الاعلانات، بالذات الاعلان بتاعت اليوتيوب. انا ما بكملهاش للاخر، عاده احنا ما بنتشدش قوي للاعلان عشان نكمله. بس معانا النهارده 7 من احسن او اذكى الاعلانات اللي علت الليفل على كل المنافسين بتوعها. طيب قبل ما نبدا، الاعلانات دي مش مترتبه على اساس اي تقييم، بس عايزك انت اللي تقيمهم. رتبهم لي مثلا من احسن حاجه لاسوأ حاجه، وقول لي ايه احسن حاجه عجبتك فيهم في الكومنتات. وانت تحت برضو عدي كده على زرار اللايك، دوس لايك واشترك في القناه لو انت مش مشترك، عشان بننزل فيديو جديد كل اسبوع. ممكن اكون بتاخر شويه بس احنا بننزل فيديو جديد كل اسبوع. وبيني وبينك لو ما عملتش سبسكرايب كل الفيديوهات الجامده دي هتفوتك، فاعمل سبسكرايب احسن. وبس خلينا نبدا مع اول واحد معانا، وهو بصراحه اعلان مقرف شويه وتسبب لقتل كتير من الحشرات، وكان لشركه اسمها اورفيا، وكان عباره عن بيلبورد او البورد البيضاء الكبيره دي بتاعه الاعلانات. واول ما اتعمل في 2013 كان عباره عن بورد فاضيه ما فيهاش اي حاجه غير الكان بتاع مبيد الحشرات بس. ولكن في الحقيقه كان في سر احنا ما نعرفوش. كل المساحه الفارغه اللي كانت في الاعلان دي كانت متغطيه بطبقه من الصمغ او ماده لاصقه شفافه، ومع مرور الوقت والايام النور اللي كان بينور البيلبورد نفسها بدا يشد الحشرات ليه، وبكده كل اللي يجي يروح لازق على طول. ومع مرور الوقت شكل الاعلان اتغير تماما، وحققت ساعتها الشركه مكاسب كبيره. وبناء على تقرير الشركه نفسها حوالي 230 الف حشره لزقت على البورد، وبكده قللت تعداد الحشرات في المدينه دي، ورتنا قيمه منتجات زي اورفيا. والان مع رقم 2، والاعلان ده كان في سنه 2010 وكان لشركه اسمها باريلا، ودي كانت شركه للمكرونات. والاعلان ده كان بمناسبه السنه الجديده او احتفالا بالسنه الجديده، وكان مكتوب عليه هابي نيو يير. وانت اول ما تشوف الاعلان هتقول طب ايه الجديد يعني، العاب ناريه او فاير ووركس عادي. لكن في الحقيقه دي مكرونه سباكيتي متوزعه بنفس الشكل اللي يديك ريفرنس للالعاب الناريه. والاعلان ده كان بيتحط على الباص توبس والبيلبورد. والحملات الاعلانيه دي كسبت شركه باريلا اكتر من 4 مليون دولار. وبسبب الاعلان ده اتصنفت ساعتها اكبر شركه للباستا في العالم. الموضوع كله في فكره، بس الفكره دي لو اتنفذت صح وفعلا وريتك الابداع ورا اللي عملها، It's fucking genius. الفكره في كل الاعلانات اللي اتكلمنا عليها واللي جايه كمان انها مختلفه جدا عن باقي الاعلانات، وكانت نادره فعلا ومميزه في وسط الاعلانات دي، واللي خلاها تبقى من احسن الاعلانات وتحقق فعلا مكاسب كبيره جدا للشركات بتاعتها. وفي بعض الاحيان طلعت طلعه كبيره جدا زي شركه بريلا كده، وخلتها حاجه يعني اكبر شركه للباستا في العالم بسبب فكره اعلان واحد بس. طولنا في الكلام وخلينا ندخل على رقم 3، وهو عاشق الملايين وانا واحد منهم، ماكدونالدز. كلنا بنحب الايس كريم، وعاده الناس بتحب تاكل ايس كريم على البحر في الجو اللي بيبقى حر جدا. بس في بلاد زي السويد هي فيها صيف، بس الشتاء بتاعها حوار تاني خالص. فلما جت ماكدونالدز تسوق الايس كريم كون بتاعها في السويد كان لازم تفكر بره الصندوق. وهنا ماكدونالدز استغلت الطبيعه في صالحها، انها بنت بورد كبيره وبنت فيها ايس كريم كون كبير جدا. والهدف هنا ان لما التلج ينزل هينزل جوه الكون دي، وفي الاخر هيعمل شكل نفس شكل الايس كريم، واللي مكتوب عليها It's never too cold for ice cream. وانا عامه بحب الايس كريم في اي وقت، صيف شتاء اي حاجه. معرفش ازاي في ناس مقتنعه ان الايس كريم للصيف بس. What the fuck is wrong with you؟ بس من الاخر كانت حركه كرييتيف. ودلوقتي مع رقم 4 and guess who؟ ماكدونالدز برضه، بس المره دي في زيوريك سيتي فيستيفال، وهي واحده من اكبر المهرجانات والاحتفالات في سويسرا. وفي سنه 2010 ماكدونالدز حولت طريق العبور المشاة لعلب البطاطس او اعلان الفرنش فرايز بتاعهم، وبكده قدرت تعلن لكل الناس دي عن البطاطس المقرمشه اللذيذه، وبكده قدرت تعلن لالاف من الناس اللي رايحه المهرجان دي عن المنتجات بتاعتها او الفرنش فرايز بتاعها. وكانت بطريقه كرييتيف جدا. بس عارف ايه فعلا الصايع في الموضوع او الكرييتيف اكتر؟ الطريق ده كان جنب فرع الماكدونالدز اصلا، فانت تشوف الفرايز go get some bitch. مش عارف if this is gonna be okay. I'm gonna leave it like that. Okay? Sorry. No offense. Too much cursing, but no offense. Okay? Cool. We are cool. رقم 5، لعبة فيفا. انتوا عارفين لعبة فيفا طبعا، وهي واحدة من اكبر الاونلاين فيديو جيمز في العالم، وليها شعبية كبيرة جدا ما بين الناس اللي بتشجع كورة، ومنهم guess who me bitch. I'm sorry. فلو واحدة من الشركات حبت تحط الاعلانات بتاعتها في البيلبوردز اللي موجودة في اللعبة هتدفع كتير قوي، الى ما يقارب يعني $500,000 بس. وعاده يعني الشاشات الاعلانيه او البيلبوردز اللي موجوده في الصف ده بتكون ليها تاثير كبير جدا للاعلانات. الناس طبعا هتتهافت ان هي تعمل حاجه زي كده. ومن الناس اللي كانت عايز تعمل اعلان هناك برجر كينج. I don't know what it is. I said it like this. Burger King, like
It's Burger King, okay? I'm sorry. طيب برجر كينج طبعا يعني كحيان وعلى حالاته على قد حالاته كحيان وعلى قد حالاته، فكان عايز يخش اللعبة بالإعلانات بتاعته، بس هو كان بيدفع كل الفلوس دي. مان it's $500,000 يعني $500,000 عشان يحط الإعلانات بتاعته في لعبة. Isn't that too much؟ فهنا نسلم القضية والأمر الجليل لمين يا باشا؟ للتيم ماركتينج اللي في برجر كينج. وبالفعل التيم الجامد جميدة الجامد فشخ قدر يتوصل إلى حل مثالي ومنطقي نقدر ندخل بيه اللعبة، بس وهي عملوا سبونسرشيب لفرقه كحيانه في دوري الدرجه الرابعه من الدوري الانجليزي، وهي فرقه ستيفنج اف سي. طب حضرتك يعني فهمني كده وعيني ايه الاستفاده لما احط الاعلانات بتاعتي على فرقه ملهاش اي 30 لازمه وملهاش شعبيه اساسا؟ هم ما كانش ليهم اي شعبيه بس كانوا موجودين في لعبه فيفا. وهنا بقى تيجي التويستايه، عايزك تركز معايا هنا. لما برجر كينج تحط اللوجو بتاعها على التيشيرتات بتاعت الفرقه نفسها في الواقع يعني في الحقيقه اوتوماتيك اللوجو بتاعها بيتحط على التيشيرتات بتاعت الفريق في اللعبه. بس برضه نوت جود انف. وساعتها برجر كينج راحت اعلنت على تويتر ان لو لعيبه فيفا سجلوا اهداف بفريق ستيفن ايج وشيروه على تويتر هياخدوا هديه من الابلكيشن بتاع برجر كينج. فالخطه بتاعتهم صديقي نجحت نجاح ساحق، وفعلا الشركه حققت مكاسب كبيره جدا من ورا الاعلان ده. وفريق ستيفن ايج بعدها بقى اكتر فريق بيتلعب فيه على فيفا، واكتر من 25,000 جول اتشيروا اونلاين، والاول مره الفريق يبيع كل التيشيرتات اللي عنده في المحلات بالكامل. وسريعا رقم 6، واحتفالا بوصول دراكولا لشاشات البي بي سي، كانت البي بي سي مشغوله في تصميم اعلان يصرخ بذكاء فريق الماركتنج بتاعها، واللي كان عباره عن بيلبورد باللون الابيض محطوط فيها عواد خشب كبيره وطالع منها دم، ريفرنس طبعا لدراكولا انك لو جبت عود خشب حاد وطعنته بيه هيطلع دم يعني ميكسن. وتحت البيلبورد دي صندوق من الازاز موجود في الشارع فيه عود خشب كبير زي اللي موجود على البيلبورد نفسها، وبكده بتزود الناس بسلاح او آلة حاده في حاله وجود الفامباير. وده كان بيكون منظرها في النهار، ولكن مع غروب الشمس ووصولا لليل بيبدا الضوء اللي ورا عيدان الخشب دول يرسموا من غير اي غلطه ظل للفامباير. وده بالنسبه لي اذكى واروش اعلان فيهم. وما تنساش برضو تكتب لي في الكومنتات رايك او ترتيبك للاعلانات دي لما توصل للاخر. اوكي، ووصولا لرقم 7، وطبعا عارف ان انت حبيت الفيديو لو انت واصل لده، ويا ريت تعمل لايك وسبسكرايب عشان انا شايفك لو انت ما عملتش لايك وشايف كل اللي ما عملش سبسكرايب، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. ورقم 7 هي حاجه انسانيه شويه، وهو اعلان كان لل WWF، وهو اختصارا للورلد وايد لايف فاوند، وبمعنى اخر الصندوق العالمي للحياه البريه، وهي منظمه بتهدف لحمايه الحيوانات المهدده بالانقراض. موضوع كبير. وفي 2008 عملوا مشروع للصور المبكسله زي كده. في الاول ممكن ما تفهمش الفكره وتفتكر ان الصور مبكسله، بس الحوار اعمق من كده بكتير، لان في كل صوره من دول هتلاقي فيه رقم مكتوب تحتيها، ونفس الرقم ده هو عدد البكسلات اللي موجوده في الصوره، والرقم ده بيشير للعدد اللي لسه عايش من الحيوان ده في العالم كله. وعرضت الصور دي حيوانات زي الباندا العملاقه والغوريلا والذئاب الاثيوبيه والنسور الذهبيه اليابانيه، وكل ما كانت الصوره مبكسله كل ما كان الحيوان ده اقرب للانقراض. وبكده المشروع ده ادانا فكره ذكيه نقدر نفهم بيها الخطر اللي موجود على الحيوانات دي. والحمد لله في يومنا ده الباندا ما تعتبرش حيوان معرض للانقراض. ده بص حتى كيوت ازاي. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عند الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لوصولكم لنهايه الفيديو. اتاكد انك تكون عامل لايك ومشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وزي ما قلت لكم شكرا جدا على دعمكم في اخر كام فيديو. بصراحه يعني انتوا عاملين الواجب وزياده، بس يعني حاولوا توصلوا الفيديو ده ل 200 لايك على حسب هيجي فيه كام فيو. كل اللي يدخل على الفيديو يا ريت يعمل لايك، لانه كده بينشر عدد اكبر. ومفيش مانع طبعا لو حضرتك عملت شير للفيديو لاكبر عدد تقدر عليه. ولو حابب تشوف كواليس الفيديوهات دي او الحاجات اللي انا بشاركها معاكم عن عمل الفيديوهات دي هتلاقيها على الانستجرام. الحمد لله خلصنا الارت بتاعنا، بس دلوقتي بس مش بيتعب بلاش جديد جامد في القناة. شوف الفيديو وادخلوا برضو، هسيب لكم بتاع الفيديو هنا، ادخلوا اتفرجوا عليه. الفيديو بتاع اليوتيوب مر عليه شهر، الفيديو انا بحبه جدا، فشاركوني اللحظة وادخلوا اتفرجوا على نفس الفيديو. بيس. انزل تحت في الديسكربشن او في وصف الفيديو هتلاقي لينك الانستجرام، يا ريت تتابعني عليه، وبرضه هتلاقي لينكات السوشيال ميديا كلها. والان كان معكم بشوي مقار يقدم لكم 7 حاجات فريده من نوعها، غريبه عجيبه، وسلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.